أكثر اللاعبين مساهمة في دوري أبطال أفريقيا لهذا العام. نعم، عبد الرؤوف يعقوب، أو كما يحلو لعشاق الموج الأزرق إطلاق لقب روفا. يا روفا قلت باسمع روفا، يا روفا قاطر البشرية، يا روفا جركم عربية، يا روفا قاطر البشرية، يا روفا جركم عربية، يا روفا جركم عربية، يا روفا نطبق للنظرية، يا روفا قلت باسمع روفا، يا روفا روفا يا فنان، يا روفا. عبد الرؤوف يعقوب أو روفا زي ما قلنا، يعني أحد أكثر اللاعبين مساهمة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وحاليا يعد من أحد أفضل لاعبين دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. لو جينا تكلمنا بس عن المباراة الأخيرة أمام سانت لوبوبو، هنلاقي إنه صنع الهدف بتاع الفوز، وصنع كمان 8 فرص محققة. يعني قدر إنه يخد اللاعبين بتاع الفريق بتاعه إنه في الهجوم في 8 مرات في مواجهة مباشرة أو في مواقف للتسديد أمام المرمى، وكان برضه من السهل عليه إنه يصنع هدفين أو 3 أهداف. أجمل حاجة في روفا الموسم ده إنه تلاقيه هو منافس في معظم إحصائيات البطولة. يعني هو حاليا ثاني الهدافين ب4 أهداف، وثاني أكثر لاعب مساهمة ب5 أهداف، وأكثر لاعب صنع فرص في البطولة ب15 فرصة. وقد سجل أمام مولودية الجزائر، وسجل هدفين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وكمان سجل أمام سانت لوبوبو في مباراة الذهاب أيضا، وقدر إنه يصنع هدف الفوز في مباراة الإياب. يعني نحن بنتكلم هنا عن لاعب قادر إنه يصنع الهدف أو يصنع الحدث وفي نفس الوقت يترجمه كذلك. فمن 9 أهداف سجل الهلال هذا الموسم، ساهم منها روفا في 5 أهداف. فبرافو جدا روفا، ونتمنى له التوفيق ولفريق الهلال التوفيق، ويعني لإسعاد الجمهور الهلالي في المراحل القادمة من البطولة، وهي المراحل الأهم ويعني المنتظرة منذ عقود طويلة